اللي في الصورة دي كوثر محمود علي، عروسة بقالها 5 شهور وهي بطلة القصة معانا النهاردة، وصاحبة أكبر جريمة مرعبة ممكن تسمع عنها. تخيل إن أكبر جريمة ممكن الإنسان يرتكبها تكون أكبر من توقعاته هو شخصيا. كوثر محفوظ في جريمة بلبل 2006، وتحديدا يوم الأربعاء 2 أغسطس. كوثر اللي عندها 19 سنة ومتجوزة بقالها 5 شهور من التاريخ ده، ساكنة مع جوزها محمود في واحد من أكبر الأبراج السكنية اللي موجودة في منطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة. كوثر ومحمود اتعرفوا على بعض في جو عائلي، والاتنين بيحبوا وبيحترموا بعض جدا، وتقدر تقول إن العيلتين كمان كانوا كويسين مع بعض جدا. كوثر كانت دايما شايفة إن محمود شخص محترم جدا ودايما عنده طموح يكون إنسان ناجح، وكان عنده المصنع بتاعه ودايما كان باين عليه إن هو شخص كريم، وده كان باين عليه جدا من أول يوم جواز. والأهم من ده كله إن الاتنين كانوا ملتزمين دينيا. كوثر بشكل عام علاقتها بالناس كانت محدودة وبسيطة جدا، حتى علاقتها بالجيران في البرج السكني اللي كانوا عايشين فيه كانت علاقات محدودة جدا، وكانت شبه ما بتتكلمش مع حد كتير. لكن مشكلتها إن هي لو وثقت في حد زيادة عن اللزوم بتحكي له عن تفاصيل كاملة عن حياتها. وفي يوم الأربعاء ده اللي هو 2 أغسطس، محمود جوزها ينزل عادي على الشغل بتاعه في المصنع بتاعه، وهي تنزل على الساعة 12 من بيتها علشان تروح السوق تشتري شوية طلبات، وترجع على بيتها على الساعة 1 الظهر، ولكن تكتشف إن هي نسيت شوية طلبات. وساعتها تطلب من حارس العقار إن هو يروح يجيب لها الطلبات دي ويجي ويطلعهم عندها في شقتها اللي هي في الدور السابع. وفعلا الحارس يروح يجيب لها طلباتها، وكوثر تركب الأسانسير وتطلع للدور السابع. وبعد نص ساعة الحارس يرجع ومعاه طلبات كوثر، وفعلا يركب الأسانسير ويطلع للدور السابع. لكن أول ما طلع فضل يخبط على الباب كتير، ولكن ما كانش فيه أي صوت لكوثر جوه البيت. وفضل يخبط حوالي 5 دقايق، وبعديها راح سايب الحاجة قدام باب البيت ونزل تاني عشان عنده شغل. ومحمود جوزها يرجع من شغله في ميعاده الطبيعي الساعة 5 مساء، وأول ما جوزها يفتح باب الأسانسير قدام الدور السابع يلاقي الحاجة اللي جابها الحارس لسه موجودة قدام باب البيت، وياخد الحاجة ويدخلها البيت وهو متضايق جدا من مراته إن هي سايبة الحاجة دي قدام باب الشقة. ولكن أول ما يخش البيت يكتشف إن كوثر أصلا مش موجودة جوه البيت، ودور عليها في البيت كله بس ملهاش أي أثر. فيقرر إن هو ينزل للحارس علشان يسأله على كوثر مراته. فالحارس يقول له إن هي جت الساعة 1 الظهر وطلبت منه إن هو يجيب لها حاجات، وفعلا جاب لها الحاجات وطلعها لها في الدور السابع، وفضل يخبط ومحدش فتح، فساب الحاجة قدام باب البيت ونزل. محمود متأكد إن كوثر مراته عمرها ما هتنزل من باب البيت إلا لما تقوله، لأنها متعودة لما بتنزل بتعرفه. والصبح كانت قايلة له إن هي تنزل السوق تجيب طلبات وهترجع على البيت على طول. لكن محمود يستغرب لما الحارس قال له إن هو شافها وهي طالعة البرج، ولكن مش متأكد إنه شافها وهي نازلة من البرج، لأن الحارس بعد ما نزل من عند كوثر كان عنده كذا مشوار، فهو مش متأكد إذا كان شاف كوثر وهي طالعة من البرج ولا لأ. وبعد ما يمر ساعة ومحمود بيدور عليها في كل الأماكن اللي كوثر ممكن تروحها، محمود يكلم عيلتها علشان يسألهم عليها، فالعيلة تتخض جدا ويروحوا على بيت كوثر علشان يطمنوا ويشوفوا فيه إيه بالظبط، ويبدأوا يدوروا عليها في كل مكان كوثر ممكن تروح. وعدد كبير من الجيران ينزلوا هم مستغربين من اللي حصل. وعلى الساعة 10 بالليل بعد ما يفقدوا ان هم يلاقوا كوثر، يطلع محمود وعائلتها على اسم الشرطة علشان يعملوا محضر بالتغيب، ويدوا لرجال الامن اوصافها وصورها على الرغم من ان هي كانت منتقبة. وبلاغات التغيب بشكل عام ما بيتمش النظر فيها الا بعد مرور وقت معين، وبعد ما يمر يومين رجال الامن تبدأ في جمع المعلومات، واللي كانت بتأكد ان العلاقة بين كوثر ومحمود كانت كويسة جدا، وان العلاقة بينهم وبين كل الجيران كانت كويسة جدا، وان مفيش مشاكل بينهم وبين اي حد. ده غير ان محمود جوزها ما وجهش الاتهام لاي حد ممكن يكون السبب في تغيب مراته. ولكن يوصل معلومة مهمة لرجال الامن ان كوثر لها علاقة قوية جدا بجارة واحدة بس، وهي اللي ساكنة معاها في نفس الدور في الدور السابع، واسمها ام زينب، وجوزها اسمه رضا شغال حلاق. وام زينب في الوقت ده كانت حامل وقاعدة عند اهلها علشان هتولد كمان شهر، وان ام زينب اصلا في الوقت ده ما كانتش موجوده في البرج. ويمر اليوم الخامس وكوثر لسه مختفيه تماما، ورجال البحث الجنائي لسه برضه بيلموا المعلومات، ولكن تظل القضيه مجرد تغيب، لان لو ظهر جثه او اي حاجه تانية بيتم تغيير وصف الجريمه. وبعد ما يمر اسبوع التحريات الامنيه لسه شغاله، يوصل بلاغ من الاهالي ان هم لقوا اجزاء بشريه في ترعه المريوطيه، ولكن الأجزاء دي ما كانتش مكتملة، جزء من الإيد على جزء من صوابع الرجلين والإيدين، وفي الآخر هي مجرد أجزاء بسيطة، ولكن من الواضح إن هي أشلاء بشرية. فالأهالي تبلغ رجال الأمن عشان يتحركوا، ومعاهم فريق من البحث الجنائي هيتحركوا فورا على مسرح الجريمة وعلى المكان اللي لقوا فيه الجثة.
ويتم جمع الأشلاء عشان واضح جدا إن هي جثة غير مكتملة، لكن يلاقوا في مسرح الجريمة جوانت إيد خاص بملابس المنقبات. فبعد ما يخلص رجال البحث الجنائي شغلهم في مسرح الجريمة يتم رفع بصمات الإيد اللي لقوها في مسرح الجريمة، ويتم نقل كل الأجزاء دي للطب الشرعي. والطب الشرعي يثبت في تقرير أولي إن الحاجات دي تخص سيدة يتراوح عمرها من 17 ل 20 سنة، وإن واضح إن الوفاة تمت من أكتر من 10 أيام. فيتم فحص كل ولايات التغيب اللي فيها نفس أوصاف الجثة دي. فرجال الأمن لقوا إن في محضر بالتغيب لبنت عندها 19 سنة اسمها كوثر ساكنة في فيصل، والحاجة الوحيدة اللي كانت متشابهة ما بينهم إن كوثر كانت منتقبة، والأشلاء اللي لقوها دي كانت تخص واحدة برضه منتقبة. وبعد مطابقة البصم اللي أخدوها من الأشلاء دي يتأكدوا إن الجثة دي تخص فعلا كوثر. فيتم استدعاء محمود جوزها ويتم فتح التحقيق، ولكن بمنظور مختلف خالص، من قضية اختفاء لجريمة قتل. ويتم فتح تحقيق كامل مع محمود علشان رجال الأمن تتأكد إذا كان في خلافات ما بينه وما بين مراته ولا لأ، وهل محمود ممكن يتهم حد بجريمة القتل دي ولا لأ. لكن محمود يأكد على نفس المعلومات اللي قالها قبل كده، إن هو ما كانش فيه خلافات ما بينه وبين مراته كوثر، ولا كان في خلافات ما بينهم وبين حد تاني. وبدأ رجال الأمن يجمعوا كل المعلومات عن الجيران، لأن المعلومة المؤكدة إن كوثر دخلت البرج ولكن ما خرجتش منه خالص. وبعد التحقيق الأمني والكشف عن الجيران يتأكد رجال الأمن إن كل الجيران ملهمش علاقة بالموضوع. لكن توصل لرجال الأمن معلومة مهمة جدا، إن رضا علي عبده جوز أم زينب عمل خلال فترة تغيب زينب 3 حاجات أغرب من بعض. أولها إن هو دفع الإيجار اللي كان متأخر عليه اللي هو أصلا كان 3 شهور، وبعدها دفع الإيجار المتأخر عليه في المحل اللي هو برضه كان 3 شهور. ورجال الأمن عرفوا إن هو سافر لمراته عشان يطمن عليها هي وبنته. والمعلومة اللي وصلت لرجال الأمن دي كانت مهمة جدا، لأنهم اتأكدوا بعد فحص رضا كويس إن هو فعلا عنده مشاكل مادية، وإن هو كان متأخر لسداد الإيجار لمدة 3 شهور. إيه اللي يخليه في الوقت ده تحديدا يسد كل الفلوس اللي عليه؟ أكيد مش صدفة. فيتم استدعاء رضا في الوقت ده علشان يتم التحقيق معاه، لكنه يقول لهم إن هو كان مسلف واحد صاحبه الفلوس دي، ولكنه رجعها له تاني في نفس التوقيت ده، وأول ما الفلوس جات له سد كل المتأخرات اللي عليه. كلام يبدو منطقي وطبيعي، ولكن رجال الأمن لسه برضه شاكين فيه. ولكن في نفس الوقت رجال البحث الجنائي كانوا لسه بيدوروا على باقي أشلاء الجثة، لأن كل اللي لقوه أجزاء صغيرة جدا من الجثة. رجال الأمن كانوا شاكين جدا إن رضا ليه علاقة باختفاء كوثر، علشان كده طلعوا إذن من النيابة العامة بتفتيش شقة رضا. وفعلا أول ما يتحركوا ويخبطوا على باب رضا يفتح وهو متوتر جدا. وبمجرد ما دخلوا رجال الأمن عشان يفتشوا الشقة لاحظوا وجود بواقي دم في البانيو اللي في الحمام، وكمان كان في دم على التلاجة في المطبخ. ولما كملوا بحث لقوا ان في بواقي عظم الرجل بشرية فوق الدولاب، وبعدها يلاقوا الملابس لمنقبات موجودة تحت السرير. وفي اللحظة دي ينهار رضا ويعترف بكل حاجة عملها في كوثر، ويقول لهم على باقي الجثة اللي اتخلص منها في 3 أماكن مختلفة، ده غير اللي اتخلص منه في الحمام عن طريق التواليت. كان بيرمي حاجات فيه وبعدها يشد السيفون، وبدأ يشرح لرجال الأمن هو عمل ايه بالتفصيل عشان نسمع عن أكبر قصة مرعبة ممكن تسمع عنها في حياتك. ونرجع تاني ليوم الأربع يوم 2 أغسطس، إن فعلا كوثر نزلت الساعة 1 عشان تشتري طلبات، ولما رجعت اكتشفت إن هي نسيت شوية حاجات، فطلبت من حارس العقار إن هو يروح يجيب لها الحاجات دي، وإن هي فعلا دخلت البرج وركبت الأسانسير وطلعت للدور السابع. من هنا بقى نبدأ نحكي القصة بمنظور مختلف. رضا كان عارف إن علاقة كوثر بمراته أم زينب كانت قوية جدا، وبرضه كان عارف إن مراته أم زينب مش موجودة دلوقتي في البيت. ورضا كان عارف كل حاجة عن كوثر، كان عارف معاها ايه دهب ومعاها قد ايه فلوس، ده غير ان هو كان بيراقبها كويس وعارف مواعيدها ايه بالظبط. وفي اليوم ده لما كوثر طلعت الدور السابع وفتحت باب الاسانسير، وفي نفس التوقيت رضا يفتح باب الشقة ويقول لكوثر ان ام زينب مراته تعبانة شوية، وطلبت منه ان اول ما كوثر تيجي ينده لها علشان تساعدها شوية. وطبعا بحسن نية كوثر عملت كده ودخلت الشقة وندهت على مراته، ولكن ما سمعتش اي صوت لحد ما وصلت اوضه النوم، وهناك اكتشفت ان ام زينب اصلا مش موجوده في الشقه. وفجاه رضا يهجم عليها ويخنقها من رقبتها، لكن طبعا كوثر تحاول تدافع عن نفسها لكن للاسف مش قادر عليه، لحد ما موتها ووقعت على الارض. ويقعد جنب الجثه 10 دقايق عمال يفكر بكل هدوء هيعمل ايه في الجثه دي. واول حاجه عملها ان هو خد كل الذهب اللي كان في ايديها، وبعد كده جر الجثه تحت السرير وغطاها بكذا غطا، وبعد كده نزل عادي جدا من بيته راح شغل، وفضل قاعد في شغله لحد الساعة 9 بالليل عمال يفكر في اللي عمله وازاي هيتخلص من الجثة دي. رضا يخلص شغله الساعة 9 ويروح على البيت يلاقي محمود اللي هو جاره وأهل كوثر
والجيران اللي في العمارة حوالين البيت وفي حالة قلق وحزن جدا، وفعلا يقف معاهم شوية علشان يساعدهم وبعدين يطلع شقته علشان يكمل باقي الخطة، ويسحب الجثة من تحت السرير على الحمام ويبدأ ينفذ خطته ان هو يتخلص من الجثة دي على ايام كتيرة وعلى اجزاء صغيرة جدا بحيث يكون صعب ان هو يتكشف. ويبدأ بالدراعين والرجلين ويقطعهم وبعد كده يحطهم في حتة قماشة ويحطهم في التلاجة، وبعدين يجيب 3 أكياس ملح كبار يدوبهم في البانيو وبعدين يحط الجثة فيها عشان الريحة ما تطلعش، وبعدها يدخل علشان ينام، لكن يصحى على كابوس الساعة 7 الصبح وهو شايف كوثر قدامه، فيقوم بسرعة يجري على الحمام يتأكد ان الجثة لسه في البانيو، فيقفل عليها باب الحمام تاني وينزل على شغله عادي خالص. بس يرجع من شغله اليوم ده بدري علشان يكمل الخطة بتاعته، فيبدأ بفصل الراس عن الجسم تماما ويبدأ يقطع في أشلاء البطن حتت صغيرة ويبدأ يرميها في التواليت ويشد السيفون كذا مرة لحد ما يتأكد إن كل الأجزاء دي اختفت تماما، وبعدها يفصل عظم الفخذ تماما عن الجسم. بجد ده مش بني آدم طبيعي. وفضل اليوم ده شغال ساعة ونص لحد ما تعب ودخل نام، بس قبل ما ينام حط بقى أجزاء الجثة تاني في البانيو اللي كان فيه مية بملح علشان يتأكد إن الريحة ما تطلعش نهائي. لكن يوم الجمعة اللي هو تالت يوم على اختفاء كوثر يقرر ان هو ينزل الصبح علشان يبيع حبة دهب من اللي كانوا مع كوثر ويرجع علشان يسد الديون اللي عليه من ايجار الشقة والمحل، وبعدها يرجع على البيت ويكمل تقطيع في الجثة تاني، وبعد ما يقطع كل جزء حتت صغيرة كان برضه يرميها في التواليت ويشد السيفون زي ما كان بيعمل بالظبط. لكن الأجزاء الكبيرة بدأ يجمعها في 5 أكياس بلاستيك سودا ويفكر هيتخلص منها ازاي، فيكلم واحد صاحبه معاه عربية ويقول له إن اللحمة اللي مراته سابتها في البيت وسافرت باظت وعملت ريحة وحشة في البيت، فطلب منه ان هو يساعده في التخلص من الحاجات دي. وفي نفس الوقت قال لصاحبه ان هو خاف يرميها في الزبالة عادي عشان مفيش حد غلبان ياكل منها، فصاحبه فعلا صدقه ونزل معاه من البيت وهم شايلين 5 أكياس بلاستيك فيها أجزاء كبيرة من جسم كوثر. ولما نزل تحت العمارة عدى من وسط الناس اللي هم أهل كوثر وجوزها والجيران، ومحدش كان يعرف نهائي إن الأكياس السودا دي فيها جسم كوثر، وتخلص من الأجزاء دي في 3 أماكن مختلفة: ترعة الزمر وترعة المروطية وحتى قرب محطة فيصل، وبعدين يسافر على البلد عشان يطمن على مراته وعلى بنته الوحيدة ويدي مراته فلوس ويقول لها برضه نفس الكلام ان واحد صاحبه كان مديون له بفلوس ورجع له الفلوس دي تاني، وان رضا سد كل اللي عليه من ايجار المحل وايجار الشقة، بس برضه كان رايح البلد لمراته وهو كان معاه شوية دهب تانيين وباعهم هناك، وبعد ما باعهم ادى لمراته فلوس الدهب دي. وخلال اليومين اللي كان قاعدهم في البلد مع مراته كان بيتابع جدا كل الجرايد وكل الاخبار عشان يشوف هل في حد اكتشف الجريمة ولا لا، فجاله احساس ان هو ارتكب الجريمة كاملة من غير ما يتم اكتشافه وان الجريمة ملهاش اي وجود. وعشان يكمل الخطة قرر ان هو يرجع عشان محدش يشك فيه، لكن اللي هو ما كانش يعرفه ان هو مسافر اصلا المعلومات كانت بدأت تتجمع، واول ما يرجع من البلد يتم القبض عليه ويتم تفتيش شقته زي ما حكينا. لكن اللي ضايق بجد ان هو كان هادي جدا وهو بيعترف بكل حاجة عملها حتى وهو كان بيمثل الجريمة، وبعد التحقيقات والمحاكمات يتحكم عليه بالإعدام شنقا، وده أقل حكم كان ممكن ياخده. واحد زي ده كان المفروض يتقطع بنفس الطريقة اللي قطع بيها كوثر. ده بني آدم ما عندوش أي نوع من أنواع الإنسانية. إيه ذنب واحدة محترمة متدينة متجوزة بقالها 5 شهور بس يحصل فيها كده؟ إيه ذنب واحدة تدفع تمن فشل واحد مش عارف ينجح في حياته ومش عارف يسد الالتزامات اللي عليه، وان هي اللي تدفع تمن فشله ده؟ مراته فعلا ما كانتش تعرف عن جوزها اي حاجه واتصدمت فعلا لما عرفت عن جوزها كده. ده غير ان محمود والجيران كانوا عندهم صدمه ازاي ان رضا اصلا كان بيدور معاهم اوقات على كوثر ويسيبهم يكمل تقطيع فيها فوق. ربنا يرحم كوثر. بس القصه دي درس لينا كلنا عشان نتعلم ما نعرفش عننا اي حاجه لاي حد، واسرارنا تبقى في بيتنا وبس، وما نثقش في اي حد مهما كان هو مين. لو عجبك الفيديو ما تنساش شير لايك سبسكرايب. سلام.